بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم الطيور 24. شكرا لكل المتتبعين والمتتبعات الأوفياء، الناس الجداد اللي انضموا للقناة ديالنا، مرحبا وألف مرحبا. رقمي للتواصل كما كتشوفوا في الشاشة هو 0630 05 25 69. مكان تواجد مدينة اليوسفية. الإخوان، اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنحاول نهضر معكم ولا غنبارطاجي معكم واحد التطبيق ولا لوجيسيال يخدم للمبتدئين ولا حتى للناس البروفيسيونيل في هذا الشيء، يعني كيساعد وكيعاون على قضية تتبع تفقيس البيض. كما كتشوفوا في الشاشة انني البيض ديالي راه كتشوفون اني كنعلمو. هذه المسألة الأولى، أني كنعلم البيض ديالي. يعني كل سلالة كنحاول نكتب نعطي واحد السامبول اللي كنعرف انا، مثلا بحال الاس ام هو كدني انا هو السيماني ولا الايام سيماني، الا ام الامروك، وبحال هكا. يعني حتى الا بغيتي تبيعو، السيد اللي غيشري غيعرف راسو اش كيشري، وانت اثناء عزل او فرز البيض ديالك ملي كتجيبو من عند الدجاج كتكون عارف كل بيض ديال من، حتى الا بعتيه سميتو المشتري كتكون هاني. وبحكم انك كتولي عارف الدجاج ديالك، راه البيض واخا يحطوه لك كتكون سبحان الله العظيم عارف كل بيضه ديال من اش من دجاجه واش من سلاله واش من نوع. دابا بحال هذا اللي حطيت هنا، هذا الفاس بلونش المهرج الاسباني. المهم ملي كنعزلوا البيض ديالنا كنحاولوا يكون التخزين مزيان، نحاولوا اننا بغينا نحطوه في الفقاصه ولا نحطوه للدجاجه يكون جديد ان شاء الله باش تكون نسبه التفقيس جديده. ودابا غتتابعوا معايا ان شاء الله التطبيق ولا لوجيسيال جديد. اللوجيسيال الجديد هو هذا او اس جي جي هاتشين. هذا اللوجيسيال تقدروا تهزوه من البلاي ستور، انا ما كنديرش ليه الاشهار، مي خدمت به وعجبني وبغيت نبارطاجيو معاكم. راه ساهل، هانتوما شتو السامبول ديالو، شتو السميه اللي مكتوبه باش تقلبوا عليه في البلاي ستور، تيليشارجيوه وتخدموا معاه. تخدموا به، لانه صراحه لا الا ما غينفعكش ما غينقص منك حتى شي حاجه، وغتقدر دير فيه بزاف الخطط ديال الانتاج ديالك، سواء الفقاسه سميتو كاين فيه اللي بغيتي ديرو بعدا بالعربيه ولا الفرنسيه راه كتشوفوا الفوق، ولا اللغه اللي بغيتي تخدم بها كدير. كما كتشوف كيقول لك اختار الطائر لانشاء الخطه، كتختار الطائر اللي بغيتي. عندك واحد القائمه كبيره فيها الدجاج، فيها السمان، فيها البط، فيها كذلك الوز، فيها هاد سميتو الحجل ولا اللي كيتسمى دجاج غينيا، في كذلك الطاووس، في هذا التدرج اللي مشات لي السميه ديالو كي سميتو الفوزان وقيله. كاين كذلك الحمام، كاين الديك الرومي ولا بيبي كما كنقولوا ليه حنا بالدارجه. كاين كذلك هاد الطائر اللي هانتوما كتشوفوه هو الايمو. صراحة لا انا عرفته في الشكل، ولكن ما كيدورش عندنا في السوق المغربية. كاين كذلك النعام، هذا راه موجود عندنا. كاين هذا الرية، كاين طائر الفينش. المهم يخدم حتى لصحاب الناس اللي كيديروا هادشي ديال العصافير، بحال الكنار. هاد الطائر الفينش ما عرفتوش، يعني صحاب الطيور. الكوتورينيكس ما عرفتوش حتى هو واحد النوع واقيلا من السمان حتى هو. يعني كاين بزاف ديال الطيور اللي تقدر دير الخطه. يعني هاد اللوجيسيال كيكون عارف كما نتوما شفتوا في التاريخ هنا امتى حطيت البيض. قال لي ان الايام المتبقيه عندك هو نهار. انا حاط الدجاج كما كتشوفوا راه السهم ديالو الفوق، وقال لي اكتملت الايام العشرون. يعني كيتبع معاك، كيعطيك كل شحال مجموع الايام 21، شحال داز فيها، شحال باقي عندك. وكتقدر دير ماشي خطه واحده، كدير بزاف الخطط. بحال هنا انا راني حاط الدجاج مجموع الايام ديالو 21، امتى التاريخ البدء اللي حطيت فيه،
راه هو محطوط بالساعه وكل شيء. كذلك كاين هاد الديسكريبسيون ولا هاد الوصف اللي انا اش حطيت مثلا العدد، بحال انا حاط 13 بيضه لواحد الدجاجه فيها وحده البانطام، جوج سوسيكس الاسترالو بمهرج الاسباني الى غير ذلك. بحال هنا قال لي اليوم مستمر، احنا بدينا في اليوم الاخير اللي هو ال21. الصوره اللي عاطيك هي صوره الكتكوت كي ولا في البيضه، يعني الكتكوت مكتمل كيتسنى غير يخرج. وراه هنا كيعطيك يوم بيوم، اليوم الاول كيقول لك اش كيتكون فيه، اليوم الثاني الثالث الرابع، كيبقى غادي معاك نهار بنهار التطورات ديال الكتكوت وسط البيضه حتى كيكمل 21 يوم. مثلا هنا في اليوم 18 كيقول لك كيبدا تراجع الصفار البيض، يعني كيعطيك الديتاي. مثلا كيبدا كيقول لك العينين تكونوا، هذا النهار كيتكونوا فيه العينين، هذا النهار كيتكون الجهاز التنفسي، هذا النهار المنقار، الاظافر، راه تكون فيه الريش. يعني كيعطيك واحد الخطه ديال الطائر ديالك، وكيعطيك كذلك المده اللي الطائر ديالك مثلا الا كان 21 يوم الدجاج، كان 18 يوم الحمام ولا السمان، كاين مثلا 30 يوم ديال الديك الرومي. يعني كل طائر كيعطيك عدد الايام ديالك، وكيعطيك تطور الكتكوت وسط البيضه. يعني الصراحه لا واحد اللوجيسيال اللي زوين بزاف تتبع به، سواء المبتدئين سواء سميتو. وراه كتقدر دير بزاف الخطط، ماشي خطه وحده. تقدر دير انشاء الخطه، مثلا حطيتي اليوم داز واحد 10 ايام حطيتي لشي دجاجه ولا شي فقاسه، يعني كتدخل كل شيء في هذا اللوجيسيال وكتبقى. نتمنى ان هاد الاضافه اللي عطيتكم انها تنفعكم. واللي ما عرفش شي حاجه راه الرقم ديالي، اتصل بيا في الواتساب نشرح ليه كيفاش، واللي يخلي لي تعليق باش نقول ليه كيفاش يخدم على هذا اللوجيسيال هذا. مهم، هو لوجيسيال رائع، والسيد اللي عطاه لي الله يرحم ليه الوالدين والله يجازيه بخير من هذا المنبر. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله، اللي غتتبعوا معاه، سواء كنتو حاطين على الفقاسه سواء كنتو حاطين الدجاج الحمام. حيت بعض المرات شحال من واحد ما كيعقلش امتى حط لشي دجاجه، مثلا الناس اللي كيحطوا الدجاج. اللهم هذا اللوجيسيال كتدخل فيه كيما كتحطو كيعطيك داكشي بالساعه والتدقيق وبالوقت، وكيعطيك التطورات ديال الكتكوت حتى كيخرج ان شاء الله الرحمن الرحيم. والجميع الطيور، الطيور كاملين اللي كاينين. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنسوناش بالضغط على زر الاعجاب، وكذلك البارطاج مع الناس اللي كتهتم بهذا الدومين. تعليقات محفزه باش تخلونا نزيدوا لقدام. والله العظيم انا راه شوف الاتصالات اللي كيجوني والناس اللي كيسولوني كيقول لي راه حنا هزينا النمره ديالك من الفيديوهات عندك. المكالمات اللي كيجوني في النهار والله العظيم في نهار واحد كيكونوا اكثر من اللايكات ولا التعليقات اللي كيجوني في الفيديو. احنا راه ما كنربحوا حتى شي حاجه، ملي راه يعني ملي كنلقى اللايكات وكنلقى التعليقات وكنلقى كذلك البارطاج، هادشي راه كيحفزني انني باش نقلب ليكم ونبحث ونجيب لكم الجديد ان شاء الله، ونبارطاجي معكم التجارب كامله ديالي البسيطه والعفويه. المهم كنشكر الناس الاوفياء اللي متبعيني وكيدعموني، الله يجازيهم بخير. ونتمنى انني دائما نجيب لكم شي حاجه اللي جديده واللي زوينه ان شاء الله. والفيديو المقبل ان شاء الله غيكون كيفاش غنعرف نسبه التخصيب عندي قبل ما مثلا نبيع البيض للناس، نعرف كيفاش. الا بغيتوني نهضر في هذا الموضوع خلوها لي في التعليقات. الله كما كتصيفطوا لي ميساج في الواتساب ولا المكالمات، حاولوا تخلوا لي التعليقات واللايكات باش تحفزوني، الله يجازيكم بخير. المهم خواتاتي ما بقى لي الا نودعكم في امل اللقاء بكم في فيديو مقبل ان شاء الله، اللي يقدر يكون حتى هو مفيد ليكم. تبارك الله عليكم وشكرا جزيلا ليكم. وراه ما كنسخاش بكم، راه كيبقى عليا امتى نجي عندكم باش نبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي كندير ان شاء الله. الله ييسر الامور.